خلينا نسمع تسجيلات من جوه الطياره. كانت بقى ايه المناوره العجيبه اللي انت نورت فيها كل هذه مناورة الموت الأخيرة. نسمع. على بركة الله. اي طياره تبلغ ان المنصور نازل على الطريق اللي في الوادي بتاع بير عريضه ومعايا 100 لتر. خلي بالك بالمعادي، خلي بالك بالمعادي. تقريبا فين هينزل عشان يطلع له الهليكوبتر. ده شيء يعني انا قاعده بسمعه. انا دي اول مره اشوف ده. احكي لنا ايه القصه دي، وايه يعني ايه معاك 100 لتر بس؟ الطلعة دي كانت تعتبر أطول معركة جوية حصلت من 67 ل 73. طيارتين ميج 21 شرفت إن أنا أكون قائد هذا التشكيل، ومعايا الشهيد الطيار حسن لطفي. صدر إلينا الأمر بالإقلاع. إحنا بنطلع في 3 دقايق. دقيقة بتدور الطيارة، ودقيقة بتطلع من تحت الدشمة من تحت الجبل، ودقيقة بتبقى على ارتفاع 1000 قدم. أزيد من ال3 دقايق دول تتحاسب وتتحاكم. أنت قاعد في الطيارة في رباط، في رباط إلى يوم الدين. الطيار المقاتل فقط هو اللي بيكون مربوط في الطيارة. نتربط ساعتين. اليوم بتاعنا بيبتدي قبل الفجر. نتربط ساعتين ونتفك ساعتين وتطير ساعتين وترجع تتربط تاني. فأنت عايش في هذه الملحمة طوال مدة حياتك، يوم بالنهار ويوم بالليل. فأنا قاعد، مدير العمليات اللي هو بيبقى ضابط طيار موجود في غرفة العمليات شاف على الرادار 6 طائرات داخلين من عند فايد. دخلوا من عند فايد، صوروا الجيش الثاني والجيش الثالث، وعدوا من فوق السويس ونزلوا في اتجاه العين السخنة. بتبقى طيارتين استطلاع اللي هم الفانتوم الأمريكية الصنع ديت، وراها 4 طيارات حماية. الاستطلاع بالقوة يعني هات كقرد بالقوة، ويقفوا بقى مستنيينك جوه أرضك عند فنار الزعفرانة أو العين السخنة، واحنا قاعدين. المفروض انك انت تطلع تزود عن ارضك وتطلع طبعا تمنعهم. فلما بيبلغني الطيارات دي موجوده وهم واقفين، بيقول لك اللي راجل يقرب. لا، احنا رجاله ورجاله قوي، وعشان احنا كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله قدرنا ان احنا نعمل معاهم حاجه. انا طالع بطيارتين. الطياره الميج 21 بتطير ساعه، فيها صاروخين، يبقى انا صاروخين وزميلي صاروخين، ادي 4 صواريخ، وانا معايا 200 طلقه و200، ادي 400 طلقه، وطياره بتطير ساعه. تكنولوجيا عتيقه قديمه من الحرب العالميه الثانيه، عامله زي التوك توك قدام طياره شبح. والفانتوم فعلا اسمها الشبح. هم كانوا 6 طيارات فانتوم. هم كان معاهم شبح وانت كان معاك توك توك. توك توك. هم 6 طيارات فانتوم، فانا المنصوري وال6 فانتومات. الحمد لله احنا طلعنا
اول ما بيبلغني الموقف بيقول لي في 6 طيارات قدامك، المفروض ان انا ما اخشش هذه المعركه اطلاقا الا لما نكون جاهزين باعداد اضعافهم. الفانتوم ب3 طيارات ميج 21، فلازم انت تكون قد ال6 طيارات الفانتوم، تكون قدهم مرتين على الاقل عشان تقدر تشتبك معاهم وتجيب نتيجه. انا طالع مع الطيار زميلي، اول ما بنطلع انا بشاور له كده، يعني روحه بلا رجعه، احنا رايحين ومش راجعين، لكن مش هنرجع، دي ما تروحش ببلاش ابدا، هتروح وتجيب عين او قلب او 1 أو 2 منهم، لكن ما تروحش اونطه. فانا ببلغه كده روحه بلا رجعه، بيشاور لي بدماغه كده يعني موافق وجاهز لهذه التضحيه. وطلعتوا؟ طلعنا. اول حاجه بيقولها لي الموقف، بقول له دخلنا عليهم على طول. روح قتاليه عاليه، مفيش تردد، انت داخل تقتل. احنا مش داخلين نهزر ولا نلعب ولا داخلين يعني نعمل معاهم اي مناورات، عشان انا عارف الضعف اللي عندي في الطياره وعارف انا هعمل ايه كويس قوي. دخلنا عليهم على طول. دخلنا يعني عليهم على طول. وائل غنيم فين؟ مشي وسابني. لما كان قاعد مع منى الشاذلي قالت له تقعد ولا تعيط، قام معيط ومشي وسابنا. لكن احنا قدام ال6 طيارات قلت له دخلنا عليهم على طول، وكررت له ازيد من مره. يبقى انا جاهز وحاطط في دماغي وهروح اجيب عين اكبر واحد فيهم. الطيار اللي موجود معايا احنا خدنا طرنا في خط مستقيم داخلين على الطيارات على طول. في غرفه العمليات بيبقى لسه مش مهيئ ان هو ياخد قرار الاشتباك او عدم الاشتباك. تمام. لكن انا ببقى واخد هذا القرار في نفسي، وانا عارف انا داخل هعمل ايه وهأدي ازاي، وبعد ما مش هموت، واذا مت هموت بعديهم، لان انا قلت لربنا كده سبحانه وتعالى يا رب انا مش عايز اموت، لان انا لما اموت ببقى متضايق، وانا مش عايز ابقى متضايق خالص، فشوف لك حل فيها يا رب وانصرني عليهم. دخلنا على الطيارات واحنا داخلين طبعا غرفه العمليات شايف الموقف، فبتقول لك انه ما تعديش الخليج، ما تعديش الخليج، في طيارات معاديه. انا كنت عديت لان انا واخد القرار وعارف انا هعمل ايه. اول ما بخش على الطيارات طبعا هم ال6 فانتومات دول كل طياره فيها 2، يعني 12 طيار ب 24 عين، وكل طياره فيها طيار شغلته يقتلك والطيار الثاني شغلته يطير الطياره، فقاعدين متفرغين لينا. معاهم 48 صاروخ، الصاروخ اسمه فاير اند فورجيت يعني اضرب وانسى. وانا معايا صاروخين، الصاروخ بتاعنا اسمه اروح لمين زي اغنيه ام كلثوم صواريخ عتيقه، تلاقي طياره قدامك كده تلاقي الصاروخ يلف من فوقيها ويمشي. فانت بصحتك وعافيتك لو هتؤدي النهايه ان احنا هنخبط فيهم نموتهم هنعمل كده. فانا داخل مع المقارنه الغير معقوله، الطياره بتطير 3 ساعات بتاعته، فهم قال لك جوز ميج 21 هنلعب بيهم. يبتدي يعمل دايره ويلف كده، لو دخلت على الدايره دي من اي مكان هيبقى طيار وراك وطيار قدامك، ما انتش طالع، خلاص ما انتش طالع، يضربوك ويحصلوك. فانت مالكش حل ان انت تحسم هذه المعركه في اول 30 ثانيه. وعملت ايه؟ اول 30 ثانيه انا التشكيل بتاع الطيارات بيبقى واضح قدامك، بتعرف فين قائد التشكيل هو اول واحد فيهم. انا دخلت فين راس التعبان، فين اكبر واحد فيكم، بان دب، حطيت صباعي في عينه، ضربته في اول 30 ثانيه بصاروخ ووراه صاروخ تاني، لان مش خساره فيهم، صاروخ صحيح 18000 جنيه. خلصوا صواريخك خلاص كده. بس موتت بس راس التعبان، وقعت الطياره، صانع الالعاب، راس الحربه بتاعهم. اصبح في 5 طيارات شافونا كده اهوت، قال لك دول ايه مش راجعين. اي معركه جويه بتاخد من 2 ل3 لان الطياره بتستهلك. المعركه دي خدت قد ايه؟ 13 دقيقه. ليه؟ الطياره بتستهلك 200 لتر في الدقيقه على اقصى قدره للطياره اثناء الاشتباك. اليهود كانوا عارفين كده كويس قوي، وعارف ان هو يبتدي يضيع لك وقتك ويضيع لك الوقود بتاعك، عشان ما بقاش وانت هترجع بخيبتك لانك هتنط وتسيب الطياره، يبقى ضيعوا لك طيارة. ضيعوا لك. انا طبعا ما كانش ممكن اسيب طيارتي، لان بعد ما دخلت جون في البرازيل وضربت لهم اكبر واحد فيهم، فانا لازم استنى للاخر. الطيار اللي معايا بيبلغني فاضل 500 لتر. 500 لتر يعني دقايق مطيرهم. بيبلغني ان في الطيارات ما زالت بتهاجمنا. اعمل ايه؟ قلت له اللي يقرب منك اخبط فيه. داخلين ال4 طيارات وراه، قام داخل في وشهم، خلى كل واحد فيهم يجري في اتجاه
اتقلبوا من مهاجمين الى مدافعين. طبعا انت بتهبط روحه وبتكسره، وعرفوا ان احنا ملناش حل، ان احنا ناسعين ومجانين ومش مش هنموت. مش هنموت. المهم بعد المعركه الطويله ديت اللي هي 13 دقيقه نفذ مننا الوقود وتوقف المحرك. الاوامر ليك من اللي صنعوا الطياره الخواجه ميج نفسه الروسي، قال لك تنط وتسيب الطياره لانها هتموتك. الطياره كلها بالهيدروليك، فانت هتموت مش هتعرف تتحكم فيها. ليه ما نطيتش وسبت الطياره؟ ما ينفعش. انا اقسمت قدام جمال عبد الناصر سلاحي لا اطرقه قط حتى اذوق الموت. 50 مليون ما ارميهاش كده ابدا، وانا ضارب الطياره ب 50 مليون دولار اللي هي الامريكاني. بعد ما ندخل جون في البرازيل انا انط وينط يبقى 1-1. فنزلت، ما ينفعش. نزلت فقال لك المنصوري نازل نازل على الطريق، ونزلت على الطريق. احنا بعد كده لان انا نطيت حتى ونزلت في مياه الخليج في البحر الاحمر هياكلني السمك القرش زي ما كان الاثنين طيارين اللي احنا ضربناهم. اتكلت على الله، قلت له ايدك معانا يا ربنا، ما تتخلاش عنا، احنا بنقاتل في سبيلك. القتال في سبيل الله هو القتال في سبيل شرف الله. انا فارس ولست محاربا ولست مقاتلا، لان في حاجه اسمها مقاتلي داعش النهارده، لكن انا فارس. يعني ايه فارس؟ يعني كل اللي بيعمله اي مقاتل في سبيل ارضه وعرضه وبلده انا بعمله بشرف. انا كنت باخد 50 جنيه وطيار وعندي عيلين وبحارب ومش عايز اي حاجه. قول بسم الله. اللي بنى اوروبا الاوروبيين، واللي بنى امريكا الامريكان، واللي بنى كندا الكنديين، واللي بنى استراليا الاستراليين، ومعروفين ان كل بلد او كل قاره كاستراليا وكذا بنت نفسها. طب مين اللي بنى ونظم وساعد في نهضه الدول العربيه ورفع اعلامها في كل مكان بعلم وثقافه وتطور؟ مين؟ المصريين. طبعا في ناس ما اخذت هالكلمه انزعجوا، مش انزعجوا لانه ما بيحبوا المصريين، لان يا اخوان المصريين لازم ان احنا كعرب نرد الجميل لهذه البلدان، لكل مصري لازم نرد له الجميل. يا اخوان المصريين قبل 12 سنه، شايف اوروبا اللي انتم قاعدين فيها اللي الناس بتعرفها والاوروبيين اللي عايشين هون العرب اوروبا، تعرف ان الاوروبيين كانوا يتمنوا انهم يعيشوا في مصر؟ تعرف يا اخوان انه الجنيه المصري كان يعمل 12 دولار، الجنيه يعمل 12 دولار. هل تعلموا انه كانت مصر الدولة السياسية في الاولى اللي كانت مسيطرة تقريبا على نص الدول العربية بقراراتها؟ هل تعلموا انه كانت مصر كلمتها لا تغنى؟ انه مصر اول بلد نزلت فيها السيارات الكاديلاك والروز رايس والكاربري والسيارات الفخمة هاي، انه اول مرة ركبها المصريين. انه مصر قبل 55 سنة كانت انظف شوارع في العالم. هل تعلموا انه كانت امريكا الامريكان كانوا يتمنوا انه يعيشوا في مصر؟ يا اخوان الموضوع هذا مش قبل مليون سنة، هذا قبل 55 سنة.